بنزل كل يوم جمعه باخد الموتوسيكل بتاعي ومع 3 4 بننزل وسط البلد عشان نقف على عربيه فول عشان نروح ناكل كبده مع الكلمات البسيطة دي اللي بتعبر عن منتهى البساطة والشغف تحولت فجأة لسطر النهاية الحزين في حياة الفنان القدير محمد مرزبان. الشغف اللي عاش بيه طول حياته وكان مصدر راحته النفسية وسعادته هو نفسه اللي كتب مشهد النهاية المرعب. النهاردة الأربع 17 يونيو 2026 غيب الموت الفنان القدير محمد مرزبان عن عمر يناهز 67 عام بعد صراع دام 5 أيام داخل العناية المركزة أثر تعرضه لحادث سير مروع قشعر له أبدان كل محبينه في الوسط الفني. إيه اللي حصل في الساعات الأخيرة على طريق الإسماعيلية الصحراوي وإزاي تحول عشق الموتوسيكلات لكارثة؟ تابعوا معايا الفيديو لحد النهاية علشان تعرفوا التفاصيل كاملة. الفنان محمد مرزبان كان معروف جدا وسط أصدقائه بحبه الرهيب لركوب الدراجات النارية بقاله أكتر من 40 سنة، ورغم إن أهله كانوا دايما بيعارضوه خوفا عليه من مخاطر الطريق إلا إنه كان دايما بيصر على خوض رحلاته الأسبوعية. لكن مساء السبت اللي فات وأثناء قيادته للموتوسيكل بتاعه على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي حصلت الكارثة الكبرى. سيارة مجهولة كانت مسرعة بجنون خبطته من الخلف بقوة رهيبة طيرته في الهواء لمسافة بعيدة وتحطم الموتوسيكل بالكامل. قائد السيارة هرب في وقتها، لكن رجال الشرطة نجحوا بعد كده في تتبع الكاميرات والقبض عليه لتأخذ العدالة مجراها. بعدها تم نقل الفنان الراحل فورا وبسرعة الصاروخ لمستشفى أبو خليفة للطوارئ بالإسماعيلية، وهناك كانت الصدمة الطبية. مرزبان دخل في غيبوبة تامة من لحظة وقوع الحادث، وأثبتت الإشاعات إصابته بكسر في قاع الجمجمة ونزيف حاد ومزدوج في المخ والبطن والصدر، ده غير كسور متفرقة في الضلوع والعمود الفقري. أطباء المستشفى بذلوا مجهود خرافي وفضل محطوط على أجهزة التنفس الاصطناعي لمدة 5 أيام، والوسط الفني كله حابس أنفاسه وبيدعيله لحد ما صعدت روحه الطاهرة لبارئها صباح النهاردة وتوقف قلبه معلنا نهاية الرحلة. خلص الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك.